ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات رحله البحث عن الحاجات المسكره الحلوه قوي. والمكان اللي احنا فيه ده النهارده كان ريكومندد من كذا حد، بصراحه ربنا قالوا لي عليه ان هو مكان حلو قوي. فعلا احنا جينا زي ما انتم شايفين كده، المكان قعدته رهيبه. يعني انا لما جيت طلعنا شفنا المكان، انا اول مره اجي المكان ده، انا اصلا لسه مش عارف اسمه ايه حتى. ثانيه كده بس ناخد. بس بص المنظر قاعد وبسين وبتتفرج على الفنانات. ده الفيو من فوق اهو كده. هو تقريبا وسط نادي بس مش جوه النادي، بره النادي. يلا جينا تاني بس هو الاول مكان احنا قاعدين اصلا في دور فوق المكان كده. بص المنظر تحفه. يعني ايمان تقريبا مصوره لكم مكان هتشوفوه. أيوة. فاحنا اول ما طلعنا قلنا له عايزين نطلب، حتى انا كمان اديته قلت له بص اطلب لي على ذوقك، اطلب لي 3 4 حاجات كده على ذوقك كده ونشوف. بصراحه ربنا معامله الناس حلوه جدا. احنا اول ما طلعنا ايوه بصوا ادانا ايه؟ جايب لنا الطبق ده كده، جايب لنا الطبق ده، قال لك ده يعني اول زي الويلكم درينك كده في اي مكان. زي الويلكم درينك كده، ده ويلكم ديزرت. ويلكم ديزرت كده. دوقوه. فتعالوا ندوق كده ونشوف. يلا بينا ندوق بقى قبل ما نشوف هو هيطلب لنا ايه. يلا. ما ينفعش يجيب لنا دستة من الويلكم ديزرت ليه؟ والله طعمها حلو قوي. حلو قوي والله العظيم طعمها حلو قوي. اهي بصوا. ده طعمها رهيب. بس فاحنا بقى ايه، احنا مستنيينه يجيب لنا الحاجه. احنا طلبنا كذا حاجه من عنده، وطلبنا كمان وايت موكا وسبانيش لاتيه وحاجات زي كده. اول ما يجيب بقى الحاجه هنقعد مع بعض كده ونشوف. استنوا. جاب لنا فرابيه شوكليت و حاجه كمان موكا تقريبا، ايس موكا تقريبا، مش عارفين هو ايه. استنى كده ندوق من الاول ده. حلو قوي حلو قوي. دي اول حاجه جابها لنا. طبعا هو زي ما مسلم قال لكم في الاول ان هو جاب لنا الحاجات اصلا اغلبها على ذوقه. ودي تاني مشروب جابه لنا، موكا، ايس موكا. حلو قوي برضو، بس عايز يسقع شويه عشان لسه التلج ما مسحش فيه. بس بجد مظبوط قوي وطعمه فعلا تحفه. احنا مستنيين التقايل بقى. ابتدى يسقع. متشوق انا. لا جامدين جدا والله فعلا. بس هنحكم اكتر بقى لما الحاجات الحلوه نفسها تيجي، وهنديكوا بقى راينا.
يلا يا باشا انا جاهز. دي البراون باستا. اوكي واو. جاهزين؟ نيجي بقى لأول حاجة معانا، ده وافل لوتس. ده وافل ومتغرق بصوص اللوتس والوايت شوكليت، وعليه بسكوت لوتس متقطع. انا مش عايزة اقول لكم، يعني انا هنا بصوا كنت مستمتعة جدا ومنبهرة بالطعم. انا اصلا من عشاق اللوتس، بس اي حد حتى لو انت ما بتحبش اللوتس فانت هتحبه قوي من كتر ما هو فعلا تحفة فعلا يعني. وحجمه حلو قوي كمان، يعني مناسب ان اتنين ممكن يعملوا شير مع بعض في الطبق. عايزه اقول لكم كمان ان المكونات اللي محطوطه او الطبق كله تحس ان هو كل حاجه معموله فيه بالسنتي. انا من كتر حلاوته مش عايزه ابطل اكل فيه، وانا ادي الطبق ده 10/10. يلا بينا ندخل على الطبق اللي بعده. الطبق التاني اللي معانا اسمه براون باستا كريب، وده عبارة عن كريب شوكولاتة متقطع شرايح رفيعة ومتزين بالكريم تشيز، ومتقطع عليه كمان قطع براونيز وأناناس. بيتقدم مع بولة آيس كريم وبيتزوق من فوق بالبلجيوم شوكولات. بصوا بقى انا هنا بقى ايه، قلت ادوق واخد من كله مع بعض، يعني ايس كريم مع كريب مع براونيز، عشان ايه ابقى اخده الطعم كله على بعضه. طعمه كان حلو قوي برضو وعجبني جدا. وعايزه اقول لكم ان الطبق ده كبير، يعني ممكن اكتر من شخص يشير فيه. وهنا بصوا انا كنت اوريكم قطع الاناناس اللي محطوطه في الطبق. بجد انا من كتر ما الطبق حلو وانا كنت مبسوطه وانا بجربه، ما كنتش عايزه ابطل اكل وعماله كل شويه ادوق منه، بس كان لازم اوقف بقى عشان اقدر اكمل بقيه الاطباق اللي معانا. بس هو لغاية دلوقتي انا ما اقدرش اديله اقل من 10/10، لان هو بجد يستاهل. الطبق اسمه براون باستا كريب، فعلا حلو قوي، لازم تجربوه. يلا بينا بقى ندخل على الطبق اللي بعده. نيجي بقى للطبق رقم 3 معانا، ده اسمه ميلك شوكليت رول. دي قطعة كريب ملفوفة على شكل رول ومحشية بالكريم تشيز وفي معاها براونيز وفواكه وكريم بافس ومتغطية بشوكولاتة. انا مش عايزة اقول لكم، هي تبان ان هي تقيلة بس هي فعلا اخف حاجة دقتها لغاية دلوقتي. يعني الحاجات التانية كانت من كتر الشوكولات اللي فيها وكده كانت تحسها ممكن تكون تقيلة شوية، لكن دي الفواكه اللي جواها بجد مخلياها خفيفة جدا فوق ما تتخيلوا. ف بجد اللي ما بيحبش الحاجة تبقى اللي هي مسكرة زيادة عن اللزوم، دي هتبقى كويسة ليكو، لان الفواكه اللي جوه الكريم تشيز كمان مخلي السكر بتاعها ما يبقاش باين قوي، او اللي هي مسكرة بس ما تبقاش تقيلة. فبجد دي من الحاجات اللي انصح بيها قوي الناس اللي ما بتحبش الحاجة سكرها عالي او اللي هي بتجزع النفس. بس لغاية دلوقتي احنا ما دوناش اي حاجة وحشة. يلا بينا ندخل على اقوى حاجة. نيجي بقى لاخر حاجة معانا، وهو دبي رول. ده كريب دبي اللي طالع ترند قالب الدنيا. هو عبارة عن قطعة كريب محشية بالكنافة المحمصة بالزبدة النيوزيلندي ومعاها صوص بيستاشيو، وبتتقدم بتبقى متغطية بالبلجيوم شوكولات والصوص البيستاشيو. بصوا هو يعني انا مش عايزه اقول لكم هو تحفه جدا وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي شايفه ان هو تقيل.
طبعا متغرق بالصوصات من جوه، صوص بيستاشيو، ومن بره على الوش شوكليت وصوص بيستاشيو. فهو بجد الناس اللي هي ما بتحبش الحاجة اللي هي بتبقى اوفر دوز سكريات دي لا يعني مش هتحبه قوي، بس هو كاختراع جديد لذيذ يعني. احنا قلنا نجربه علشان نشوف هو فعلا حلو يستاهل الضجة اللي معمولة عليه ولا لا. هنا طبعا انا مش عايزه ابطل اكل وعماله ادوق فيه كل شويه، علشان انا بحب الاختراعات الجديده وبدوس فيها بصراحه. فانا كان عاجبني يعني، بغض النظر عن ان هو تقيل، بس بصراحه لا انا كان عاجبني وكنت مبسوطه يعني. فعماله كل شويه ادوق ومش عايزه ابطل اكل فيه. ودي كانت كده اخر حاجة حبيت اختم بيها معاكم بكريب دبي، اللي هو طالع ترند ومكسر الدنيا في كل مكان. بس بجد اوفرول التجربة بتاعتنا النهاردة فوق الممتازة. بجد المكان نضيف، سيرفيس حلوة، كواليتي الحاجات نضيفة قوي. احنا اول مرة نيجي المكان بس بجد مش ندمانين، وهنيجي تاني وهنيجي تالت، لان المكان فعلا قاعدة حلوة، مكان نظيف زي ما انا قلتلكوا. لا يستاهل ان انا اجي كذا مرة. ده غير ان الاستاف كمان بتاع المكان ناس ذوق قوي وفريندلي جدا. فبجد التجربة كانت كلها على بعض حلو. لو انتم من الناس اللي بتحب النوع ده من الحلويات بجد روحوا المكان ومش هتندموا خالص. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واتبسطتوا بيه، واستنونا في فيديوهات كتير جاية حلوة من يوميات سليم وإيمي. باي باي.